السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. هنعمل رموش الست أو عيون المهد من الحلويات السهلة ومبتاخدش أي وقت خالص. هتعجبكم إن شاء الله. المواد الجافة اللي عندنا 200 جرام من الدقيق العادي، وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، 75 جرام من دقيق السيمولينا الناعم، 3 معالق كبار من جوز الهند. ممكن تقللوا أو تزودوا يعني، بس أنا كان بالنسبة لي 3 معالق كبار كانوا مظبوطين. المواد السائلة اللي عندنا هنحتاج، أنا عملت خليط من الزبدة، شلت منه بس معلقة وحطيت مكانها سمنة. دول 150 جرام من الزبدة، تكون درجة حرارة المطبخ. لو الجو برد بندخلها بس الميكرويف كده 30 ثانية لحد ما تلاقوها قوامها بقت طرية جدا، عشان نقدر ان احنا ندعكها مع السكر البودرة. دول 50 جرام من السكر البودرة منخول. هندعكهم مع بعض كده، بياخدوا تقريبا دقيقتين 3 لحد ما تلاقي الخليط بدأ لونه يفتح ويبقى كريمي. وبعد كده هنضيف عليها بيضة واحدة ونص معلقة صغيرة من الفانيلا. ممكن تستخدموا مضرب البيض، بس انا يعني عشان لو ما فيش حد عنده المضرب ممكن بس يستخدم ايده، مش محتاجين مضرب ولا حاجه، لان احنا محتاجين بس نخلطهم لحد ما يبقى عندنا الخليط لونه زي ما انتم شايفين كده، بقى كريمي ولونه بقى افتح كده. تمام بقى. هنضيف بقى المواد الجافه وهنلم العجينه مع بعض. احنا مش محتاج نعجن يعني، هنلم الخليط بس مع بعض لغايه ما تلاقوا الدقيق بدأ يختفي. وبعد كده هنقلب، هنبطل تقليب. انا بقى هنا قلعت الجلافز عشان بحب احس بملمس العجينه لو محتاجه سمنه او محتاجه دقيق. بس هي كانت بالنسبه لي تمام كده، محتاجتش ازود عليها حاجه. بعد كده لو الجو بقى عندكم حر، هتحتاجوا انتوا تغطوها وتسيبوها في التلاجة ربع ساعه قبل ما تشتغلوا فيها. او لو الجو برد زي ما انا عملت كده، بس حطيتها على جنب، غطيتها وسبتها على جنب لغايه ما جهزت الصواني اللي احط فيها الرموش الست. الصينيه اللي عندنا مش هنحتاج لا ندهنها ولا هنحط ورق زبده، لان هي اصلا الخليط كله فيه سمنه، فمش هتلزق في الصينيه. شكلوا بقى الشكل اللي انتوا تحبوه. انا عملت اللي هو الشكل اللي بيبقى بيضاوي كده وبعدين مدبب من الحرف، او ممكن تسيبوه تعملوه بيضاوي وتخلوه اللي هو يبقى بيضاوي شوية من تحت، مش لازم ان انتوا تعملوا الشكل المدبب ده. يعني تشكيلها سهل، والاحجام انتوا تتحكموا فيها يعني، ما تحاولوش انتوا تعملوها كبيرة قوي لان هي بتنفش شوية عشان البيض والبيكنج باودر، ولا تكون صغيرة قوي عشان ما تتحرقش. يعني بالنسبة لي الحجم ده كان كويس. انا هوريكم هنا الحجمين دول، ده الحجم الكبير وده الحجم الصغير، او مش كبير يعني، الحجم كان كويس. وفي الشكل بقى المدور اللي هو ده عادي، بس مبططه كده ضغطة خفيفة. انا بحب الشكل ده جدا. المقدار ده عمل الصينية اللي انتوا شايفينها المستطيلة، والصينية المدورة يعني تقريبا 3/4. المهم حاولوا انتوا ما تكبروش الحجم بتاعها قوي. بس خلصنا بقى الكمية اللي عندنا، وبعدين هنعملها بقى من فوق. يعني ممكن نستخدم الشوكة او نستخدم السكينة، بنعمل خط كده في النص بالشوكة. هنضغط وبنسحب الشوكة لغاية ما تعمل الشكل اللي عندنا بس. والشكل المدور نفس الفكرة. وبعدين في الآخر هندهنها بصفار بيضة مع ربع معلقة صغيرة من الفانيلا. والخطوة دي مهمة عشان دي بتديها لون ذهبي حلو. بنكون بقى مسخنين الفرن على درجة حرارة 170. بتاخد تقريبا 20 دقيقة في الفرن. ونكون مجهزين عندنا شربات. الشربات بيكون بارد وخفيف، اللي هو مقدارين يعني كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين مية، اللي هو الشربات الخفيف زي شربات البسبوسة بالظبط. بصوا بقى لونها فظيع ويعني ريحتها جميلة جدا، هتعجبكم. نغطيها بقى بالشربات وبنسيبها فيه على الأقل نص ساعة، علشان هي بتشربوش مرة واحدة. يعني لازم تبقى متغطية كويس جدا بالشربات، وبنسيبها فيه على الأقل نص ساعة، وبعد كده بنشيلها منه. حتى ممكن تزودوا الشربات وبعدين بتصفوها من الشربات اللي عندنا. بس هنعمل نفس الكلام في الصينية التانية. دي سبتها بس شوية في الفرن، نسيتها في الفرن. بصوا بقى لونها ذهبي، ومن جوه هتلاقوها مرملة كده وطعمها بجد هتعجبكم قوي ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.